ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. في العالم اللي احنا عايشين فيه ده في اشياء كتيرة جدا مش المفروض ان اي حد يحاول ان هو يبحث عنها، وكتب ممنوع ان حد يفتحها، واسرار اتدفنت من زمان علشان يوصل ليها عقله ما يتصابش بالجنون. لكن في كتاب واحد بس مجرد ذكر اسمه كان دايما بيثير الرهبة والرعب في قلوب اللي يعرفه. كتاب يقال ان حتى صفحاته اتكتبت بالدم، وان اي شخص قراه عمره ما رجع زي ما كان. والكتاب ده اسمه النكرونوميكون او كتاب العزيف او كتاب الاموات زي ما كان بيطلق عليه. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة مش هنتكلم بس عن مجرد اسطورة، لا احنا هنكشف بعض الحقائق واللي ممكن تفتح ابواب ما تتقفلش تاني ابدا. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والقصة بتاعتنا بدأت في القرن الثامن الميلادي مع شخص كان اسمه عبد الله بن الحزرد، واللي كان بيقال عنه ان هو شاعر من اليمن، لكن الحقيقة كانت ابعد بكتير من كده. فهو ما كانش بيكتب شعر ولا قصائد، لكنه كان مهووس دايما بالبحث في الغيبيات وما وراء الطبيعة، وكان مهتم بممارسة الطقوس الممنوعة زي استدعاء الأرواح أو السحر الأسود كمان. ويقال إنه في مرة عبد الله سافر لوحده واتجه لأعماق الصحراء في دمشق، ودخل جوه مدن مهجورة اندثرت من آلاف السنين. وهناك وسط العزلة والصمت والرعب حوالين الأطلال حصل له شيء غريب في عقله أو في قلبه، ورجع وهو بيتكلم بلغات محدش قدر ان هو يفهمها، وكتب رموز ملهاش تفسير. وبدأ يتكلم عن بعض الكائنات اللي ادعى ان محدش يقدر يشوفهم، لكنهم هم اللي بيقدروا يشوفوا الناس. بس الاهم من كل ده انه كتب كتاب النكرونوميكون، واللي كان بيحوي اسرار عن الموت وعن استدعاء الارواح وعن الطقوس القديمة، وحتى عن البوابات اللي بتؤدي لعوالم مظلمة ما بتخضعش للقوانين بتاعتنا. ده غير ان صفحات الكتاب نفسه مليئة بالانذارات والتحذيرات، لكن كل تحذير فيها اشد ما يكون بباب مغلق، واللي بيقوم بجذب القارئ بخيوط الفضول علشان يقوده بعد كده نحو الخطر نفسه. والغريب كمان انه على الرغم من ان الكاتب الامريكي المشهور اللي اسمه هوارد فليب لافكرافت، اللي بيعتبر الأب وروح الأدب الرعب الكوني، كان هو المؤلف أو المخترع الأول لفكرة العزيف، بما فيها حتى قصة عبد الله بن الحزرد، وقال بنفسه إن الكتاب ده كان مجرد خيال مش أكتر. إلا بقى إن الغموض اللي لف النكرونوميكون على مدار السنين خلى الناس تشك هل هو فعلا أسطورة أم حقيقة. فبعض الأساطير بتقول إن اللي بيقرأ فقرة واحدة بس بصوت عالي بيحس فجأة بوجود شخص واقف وراه، حتى طبعا لو كان لوحده. ويقال ان في راجل وجدوه مقتول جوه شقته المغلقة بدون وجود نوافذ مفتوحة ولا اثار اقتحام، بس جملة واحدة كانت مكتوبة على الحيطة بدم جاف، واللي كانت بتقول هم لا يخفون لمن يقرأ. وعلى فكرة الراجل ده ما كانش بحوزته حاجة غير مجرد نسخة ممزقة من النكرونوميكون. فالكتاب زي ما المؤرخين بيقولوا مش مجرد أوراق، ده لعنة حية بتسافر وتختار وتحكم قبضتها على اللي بتجيله الشجاعة ان هو يلمسها. وظهرت نسخة منه في أمريكا، والتانية في روسيا، والتالتة بيقال ان هي اتدفنت جوه دير مهجور في جبال إيطاليا. ويقال ان الكتاب ده بالتحديد ما بيظهرش إلا للشخص المستعد لتقبل اللي محدش يقدر يتحمله، وإن بعض صفحاته ما بتتقريش بالحبر، بل بيتم اكتشافها بس بالنار أو بالدم. وفي فصول محدش بيقدر إن هو يشوفها إلا تحت القمر، والبعض منهم ما بيظهرش إلا للي حلم بيها قبل كده. وأول الحوادث اللي تم تسجيلها كانت في دمشق سنة 950 ميلاديا، لما الحزرد نفسه اختفى بشكل غامض في عز النهار. والشهداء اقسموا ان هم شافوا جسمه بيتم تمزيقه الى اشلاء بواسطة كائن كان غير مرئي ليهم.
وبعدها الكتاب ده اتنقل للقسطنطينية، وغالبا هو اللي تسبب في اشتعال مكتبة كاملة هناك بعد ما الباحثين قاموا بقراية أجزاء مختلفة منه. ده حتى هوارد نفسه قال في إحدى مقابلاته القديمة إنه مش هو برضه اللي ألف كل اللي اتكتب، لكنه كان بيشوف الكائنات ويسمع الرموز ويصحى كل ليلة كأن في حاجة جواه كانت هي اللي بتمليه، وهو بس بينفذ اللي بيتقاله. أما أغرب القصص فهي كانت عن راجل بسيط لقى نسخة من الكتاب ده جوه سرداب بيت مهجور، وقرا منه بعض الصفح بدافع الفضول مش أكتر. وفي الليلة الأولى سمع صوت خبط خفيف على الباب عنده نص الليل تقريبا، وفي الليلة التانية شاف ظل بيعبر جوه غرفته وهو صاحي. لكن في الليلة التالتة والأخيرة الناس لقوه ميت وعيونه مفتوحة على آخرها ولسانه بيهمس للمرة الأخيرة وبيقول أوقفوا الهمس فالهمس لا يتوقف أبدا. لكن أكتر قصة مشهورة ومرعبة عن النيكرونوميكون كانت الراجل الفرنسي بيدعى ليون دوفال، واللي اقتنى نسخة مخفية من الكتاب ده وبدأ بترجمة فصل كان بعنوان الرصد في الظلال. لكن بعد ساعات من الترجمة بدأ يسمع اسمه بيتقال في أماكن فاضية تماما، وشافه مكتوب على المراية من جوه. فقام بوضع كاميرا مراقبة علشان يقدر يفهم اللي بيحصل، وفي التسجيل ظهر ظل بشري فضل واقف وراه ساعات طويلة من غير ما يلتفت ليه. وفي الليلة التانية كتب بإيده المرتجفة على الحيطة جملة كانت بتقول هو لا يتحرك لكنه يقترب. لكن الغريب ان بعديها جسده اختفى بشكل كامل، ولغاية دلوقتي محدش قدر ان هو يعثر عليه. لكن الكاميرا ساعتها سجلت اخر مشهد ليه وهو بيبص مباشرة للعدسة وبيهمس وهو مرعوب وبيقول لقد قرأني. وحاليا محدش يعرف ابدا عدد النسخ الحقيقية اللي متبقية من النيكرونوميكون ولا حتى مكانها فين، لكنها موجودة بالفعل. والبعض قالوا ان هو ممكن يكون ضاع في احدى حروب البشر، واتقال برضه ان هو اتنقل بشكل سري لدير مغلق تماما حتى النور ما بيدخلوش ابدا، وممكن اساسا يكون في مكتبة منسية بين كتب مغطاة بالغبار. فالكتاب ده مفيش اي حاجة بتميزه نهائيا لغاية ما اي حد يقوم بلمسه. وفي الاخر النيكرونوميكون مش مجرد كتاب بيتقري، بل هو اختبار بيظهر للشخص اللي بيختاره. فاللي بيجرؤ على قرايته ما بيبحثش عن المعرفة، لكنه بيغامر بعقله وبروحه مع بعض. فهو بمثابة باب بيتفتح واللي بيعبره ما بيرجعش ابدا زي ما دخلوا في الاول. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، وياريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات عن الشخصيات او القصص المرعبة اللي انتوا حابين ان انتوا تسمعوا عنها بعد كده. واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، واشوفكم على خير ان شاء الله.